مساء الخير على كل مشاهدي ان تي ان وكل سهرانين معانا النهارده في سهره جديده وليله جديده من ليالي لايف. والنهارده سهرتنا هتكون مع الفائزين بجائزه لجنه التحكيم الخاصه في مهرجان اسكندريه الدولي للسينما التسجيليه والروائيه القصيره عن فيلم غضب البحر والنار. معانا صناع الفيلم وزي ما قلت الفائزين بالجائزه، نرحب بيهم طبعا. ابتدي بيكم الاول، اقول لكم طبعا الف مبروك على الجائزه. معانا طبعا احمد محمد حلبه، السيناريو وكتابه الفيلم والمونتاج، مش كده؟ ومعانا حلمي ياسين اعداد وتوثيق الفيلم، ومعانا احمد سعد صيام المخرج طبعا. منوريني والف مبروك على جائزه المهرجان، ومش اول جائزه انا عارفه. نتكلم عن جوائز كتير، ولكن في البدايه خلوني اعرف الاول دراستكم ايه؟ هل ليه علاقه بالمجال الفني والسينمائي، ولا موضوع الافلام التسجيليه والكتابه والاخراج ده جت هوايه؟ لا، هو احنا دراستنا ممكن علي صوتنا؟ دراستنا بعيدة شوية عن المجال. عن مجال الفن. دراستنا كمبيوتر. بس احنا الموهبة عندنا وحب المجال ده عندنا، فاحنا شفنا المدرسة العربية على المدرسة العربية للسينما من خلال الانترنت. ابتدينا نتعلم منها بالمناهج نازلة من خلال الموقع، فابتدينا نعمل فيلم والتاني والتالت وكده. اتعلمنا من خلال من النت يعني. مش دراسه. مش دراسه. اوكي. وبرده نفس القصه الاخراج بتاعي محتاج يعني الكتابه، ممكن انه يبقى عنده صاحب فكره، ده موهبه، ولكن الاخراج دي حرفه. يعني لازم يبقى عندك تكنيك الاخراج، العدسات، استخدام العدسات، يعني محتاج تتعلم. اكيد فيها جزء حرفه، الاخراج فيه جزء في حرفه. بس هي الفكره ان احنا يعني كانت مش هقول ميزه، بس كانت عندنا ان احنا كنا يعني بنطوع كل حاجه بحيث ان احنا على امكانياتنا القليله. طبعا من دمياط، احنا مش من القاهره يعني. فكنا على يعني اتفرجنا على افلام عرفنا بتتنفذ، يعني الى حد ما كنا بنطوع امكانياتنا البسيطه قوي ان احنا ممكن نطلع بيها حاجه يعني تبقى شبه ان احنا ممكن نعمل حاجه كبيره يعني. فهي مش موضوع هو طبعا محتاجه دراسه، طبعا محتاجه، والاخراج بالذات الجزء التكنيك فيه عالي جدا، ولازم تبقى انت فاهمه كويس قوي، المونتاج، وفي مراحل كتيره جدا يعني. بس احنا على قد ما نقدر كنا بنستخدم امكانياتنا البسيطه قوي ان احنا نقدر نعمل حاجه. لو نفذنا كذا تجربه اكتر. هنتكلم عن التجارب دي، ولكن استاذ حلمي حضرتك اعداد وتوثيق الفيلم، بمعنى هو اعداد وتوثيق الفيلم، انا اولا صاحب الفكره في الاعلام يعني صحفي. وكنت دايما من اول 25 يناير موجودين في الميدان. طبعا هو الفيلم عن الثوره في دمياط، توثيق الثوره في دمياط بالتحديد. بس من يوم 25 لغايه يوم 11، من 25 اللي هي 18 يوم لغايه 18 يوم، والفيلم معمول كده ايام. فهو الفكره ان احنا كنا يعني ان احنا هنعملها ايام، فبالتالي يعني علاقتنا بالسينما ما فيش حد فينا اسمه ما اتفرجش على افلام، ما دخلش السينما بشكل كبير، ما شافهاش. وساعد ده ان يعني ان احنا قربنا المسافه، ان احنا عندنا ماده خام جاهزه، ماده كبيره جاهزه، فيديو وتوثيق، وكنا موجودين اصلا داخل الميدان يوم بيوم. فشوفنا ده، فكان بالنسبه لنا يعني بنعمل شيء بحب يعني. طيب كلموني بقى عن اشتراككم في مهرجان اسكندريه الدولي للافلام التسجيليه والروايه القصيره. مين يعني الاشتراك دي اول مره تشتركوا ولا مش اول مره؟ هي اول مره نشترك في مهرجان اسكندريه. احنا قدمنا الفيلم يعني اتفاجئنا الحمد لله ان الفيلم احنا يعني هو الفيلم بقاله سنه وشهرين. للاسف ما اتاحتش لينا فرصه ان احنا نقدمه في اي مهرجان قبل كده. لما عرفنا بمهرجان اسكندريه، طبعا احنا كنا قاعدين في دمياط، وكنا مقيمين في دمياط. دلوقتي انا في القاهره، وانا في دمياط مش متاح ليا ان اعرف كتير عن المهرجانات. لكن لما قدمنا في مهرجان اسكندريه اتفاجئنا ان الفيلم اتقبل من لجنه التحكيم ان هو هيدخل من ضمن المسابقه. بس وربنا كريم في الاخر، والحمد لله خدنا جائزه لجنه التحكيم. اعضاء لجنه التحكيم كانوا مين؟ كان الدكتور سعيد شيبي والاستاذه يسرا اللوزي. ده كان مفاجاه بالنسبه لكم انه الفيلم ياخد جايزه؟ ما كنتوش متوقعين انتوا داخلين بهدف ايه؟ المشاركه في المهرجانات على اعتبار انه انا عايز الفيلم يبقى داخل مهرجانات، ولا انتوا داخلين عايزين تحصلوا على جايزه؟ لا، احنا كنا يعني كان
كان يعني حاجه جديده ان احنا نشارك في مهرجان دولي. يعني يمكن اول مره لينا ان احنا نشارك في مهرجان دولي. فكنا عايزين ناخد التجربه دي لان احنا كنا حاسين ان احنا عاملين حاجه ليها قيمه فعلا ومحتاجه تتشاف. واحنا على مدار سنه وشهرين ما تعرضش العرض اللي يليق بيه. بس الفيلم اتعرض فين قبل كده؟ هو اتعرض في قصر ثقافه دمياط. وبعدين عرضناه هنا في القاهره في قصر السينما. كان في حضور عدد من نقاد السينما واشادوا بيه جدا. فده اللي شجعنا ان احنا ندور على اي مهرجان جديد ان احنا نحاول ندخله فيه. طب انا عايزه اعرف، شايفين انه الافلام التسجيليه او الافلام الروائيه القصيره هل ليها جمهورها في مصر؟ هل الدوله بتديها اهتمام كافي ولا لسه مش واخده حظها زي الروايات الطويله؟ لا، هو بدأ من خلال المهرجانات يعني المهرجانات هي اللي بتتيح الفرصه للافلام القصيره ان هي تطلع. وبقى في شركات انتاج للافلام القصيره. وفي العالم كله في توجه للافلام القصيره، حتى في كل المهرجانات الدوليه معظمها بقى في قسم للافلام القصيره. فده بيساعد على العوجها في مصر. يعني هي في الاول كانت مهمله، لكن دلوقتي ابتدى الموضوع ياخد شكل تاني. طب الكتابه لفيلم روائي قصير ايه اختلاف او ايه وجه الاختلاف ما بينه وما بين تكتب فيلم روائي طويل؟ ايه الاختلاف؟ ما هو هنا سكريبت وهنا سكريبت، ولكن هنا طبعا عندنا وقت زمن قليل. اعتقد انه محتاج هو بيبقى كتابه مختلفه، بيبقى اصعب لان انت توصل اللي انت عايز تقوله. انا عايز في فكره في وقت مكثف جدا. بالظبط. كل مشهد وكل حركه وكل كلمه ليها مدلول. لان الفتره بتبقى قصيره، انا عايز اوصل فكره معينه. غير الفيلم ممكن يبقى فيه احداث طويله عندك 120 دقيقه تقريبا. بالظبط كده. احداث الفيلم بقى لو احنا بنتكلم كلها احداث انتوا ناقلينها من ايام الثوره، مشاهد حقيقيه انتوا ناقلينها؟ احداث واقعيه. احداث واقعيه. الاستاذ حلمي حتى ممكن يتكلم عن الموضوع ده، لان هو كان من الناس اللي بيصوروا. يعني احنا خدنا ماده في المية من الناس بيصوروا، لكن هو بنفسه كان بينزل يصور. كنت حضرتك موجود وكنت انت بتصور ده حاجات بايدك؟ يعني اثناء الثوره من اول يوم 25 كنا احنا موجودين. وصورنا ازاي الناس، يعني بدانا حتى في بدايه الفيلم بادئين من الساعه 10 صباحا يوم 25. لما لساعه اذان العشاء، لما حصل اتفاق ان احنا الناس هتمشي وبعد كده هيرجعوا تاني يوم. ده كان اول يوم يعني، وكان يوم صعب جدا. يعني مظاهره في ميدانين، ميدان عندنا في دمياط ميدان الحريه، وميدان تاني اسمه باب الحرس. فكان في واحده هنا وواحده هنا. وكان في اتفاق ان الناس يعني 6 ابريل وقوى ثوريه اخرى وناس عاديين جدا موجودين. لما تشوف الناس تشوف الفيلم، قالوا واحده ست عمرنا ما شفناها خالص وقفت اتكلمت وقالت مش هنمشي واحنا قاعدين. الكلام ده التوثيق ده كان لازم يوثق بامانه شديده وبحياديه. ده اول حاجه. يعني كنا ملتزمين جدا بالحياديه في توثيق الفيلم. الشيء الاكتر بقى ان احنا كنا ملتزمين قوي ان احنا اظهار فكره الثوره مش عنف الثوره. ده برضو كنا شغالين عليه. ان في عنف حصل كتير، لكن لما كنا نشوف منظر عنف دم وبتاع كنا بنحاول ان احنا ما نعملوش صور متحركه، يعني صور عاديه، وكنا بنعمله صور مقطعه كده يعني وجوه الناس بس. لكن صوره متحركه فيها دم كان عندنا فيديوهات كتيره جدا بالشكل ده. يعني لان كانت الفكره احمد واحمد ان احنا اتفقنا ان احنا نوثق لفكره الثوره مش عنف الثوره. ده كان الاساس يعني. بس في حاجه برضو احمد قالها، ان الافلام التسجيليه بادئه في مصر من زمان قوي. يعني يمكن من بدايه الستينات لما عطيات الابنودي عملت افلام كتير جدا وخرجت للخارج. لكن المشكله ان احنا في مصر ما كناش بنعرض الافلام دي او ما كان لهاش جمهور. النهارده لما دخل الفيديو واليوتيوب والكلام ده بدات الحاجات دي تنتشر اكتر. لكن مصر تاريخيا لها افلام كتيره جدا فازت بمسابقات عالميه، في مسابقات ومهرجانات دوليه. وكانت رائده هذا الفن كانت عطيات الابنودي، يعني ربنا يديها الصحه. طب عايز اعرف شكل المنافسه بقى في المهرجان نفسه علشان تحصلوا. مين كانت الافلام المشاركه اللي كانت بتنافسكم واتفرجتوا عليها ولا لا؟ هي كانت الافلام يعني هو كانت ميزه في المهرجان ان احنا كان معانا افلام دوليه. فما كناش متخيلين برضو ان احنا هنقدر يعني ناخد جايزه في وسطهم افلام، يعني افلام مش قليله برضو، افلام كويسه هي. وكان اللي اتفاجئنا ان حتى يعني بغض النظر عن الجايزه كان في حاجه يعني بالنسبه لي انا شخصيا يعني خلتني فخور بالفيلم. يعني ان الفيلم بتاعنا
كان الوحيد اللي الجمهور قاعد من اول بدايه التتر لنهايته، قعدوا يتفرجوا على الفيلم كامل، وكان في تفاعل جامد جدا مع الفيلم طول مده الفيلم يعني. دي كانت حاجه يعني اسعدتني جدا طول عرض الفيلم. وغير كده طبعا راي الدكتور سعيد شيمي من اول، انا كنت في ورشه التصوير معاه في المهرجان، فان هو اشاد بالفيلم جامد جدا من اول ما بدات معاه الورشه، وعرف ان انا يعني ان احنا اللي عاملين الفيلم، يعني اشاد بيه جدا يعني. طب يعني ايه الافلام التانية اللي عجبتكم؟ يعني دي طبعا مسابقه دوليه، ففي افلام من كل العالم، واكيد افلام برضو بما انها وصلت انها تشارك في المهرجان، برضو اكيد افلام متميزه بتقول حاجه. قولي تابعتوا افلام ايه تاني، او ايه الافلام اللي لفت نظركم عجبتكم في المهرجان؟ كان في فيلم كان عاجبني كان في فيلم اسمه الانفاق تقريبا او حاجه، كان عجبني الفيلم ده، كان فكرته حلوه قوي، كان عاملينه حد من اسكندريه، بيتكلم عن ان الناس ما بتستخدمش الانفاق اللي هي اللي بيعدوا الشارع منها، فبتحصل يعني هي كارثه يعني، بيحصل حوادث كتير، فكان الفيلم معمول حلو، كان عجبني يعني. طيب خليني اعرف دلوقتي وانتوا بتقدموا، بعد ما قدمتوا فيلم ودخلتوا في مسابقه دوليه والفيلم حصل على جائزه، دي خطوه يعني مرحله مهمه، نقله يعني بعد فتره من المشاركه في المهرجانات المحليه. ايه اللي جاي؟ لو هتيجي بقى تفكر انه هل بتفكر انت تشارك بالفيلم ده في مهرجانات تانية اخرى، ولا بتحضروا لحاجه جديده، ولا عايزين ايه؟ هو اكيد الفيلم بندور ان احنا نشارك بيه في حاجات في مهرجانات تانية، بس هو بالنسبه لخطواتنا احنا بقى، ان احنا المفروض ان رقم واحد بالنسبه لي انا لازم دراسه الاخراج والتصوير يعني لازم الموضوع ما ينفعش يبقى موهبه بس، يعني لازم تدعم بالدراسه يعني. مش هوايه يعني، مش حاجه، مش شغل هوايه يعني، دلوقتي ده شغل احتراف. دي الخطوه بالظبط اللي هي المفروض بالنسبه لنا احنا ندرس بقى الموضوع، نخش فيه يعني انت في الفيلم هنا كان عندك اوريدي ماتيريال وكان بيمنتج، فالموضوع ما كانش انت بقى عايز تقنيا يعني. بالظبط. هل ناوي تدخل ورشه، ناوي تدخل دراسه حره، يعني بتفكر تعمل الدراسه؟ هو احنا ما قدرناش الا الدراسه الحره، يعني ما قدرناش الا الدراسه الحره ده بدات تفكر جديا في الموضوع ده؟ بالظبط. طيب قولوا لي بقى، المهرجانات اللي شاركتوا فيها قبل كده كانت مهرجانات ايه؟ مهرجانات محليه؟ كانت الافلام اللي عملتوها قبل كده الاول كانت ايه؟ كنا شاركنا في مهرجان اسمه موسكارز. كان السنه اللي فاتت تقريبا. مرتين. خدنا جايزه احسن فيلم، بس كنا مشاركين بفيلم المركب اللي تودي، ده فيلم روائي. فكنا خدنا جايزه احسن فيلم فيه. والفيلم كان بيتكلم عن ايه؟ موضوعه ايه؟ كان بيتكلم عن الفيلم ده كان غريب شويه في ان هو كان معمول قبل الثوره، وهو كان يعتبر بيتكلم عن يعني الاسباب اللي ادت للثوره، يعني هو كان بيتكلم عن هجره الشباب للعمل بره، وبينتهي الفيلم باللي هي غرق العباره السلام. فكانت فكره الفيلم بتتكلم عن الفساد بشكل اللي كان موجود في مصر، وهو كان معمول قبل الثوره. طيب في افلام تانية قدمتوها؟ كان في فيلم رسوم متحركه كنا شاركنا بيه في مهرجان ساقية الصاوي، بس ده للاسف ما خدش جايزه، لان هو مش شغلتنا رسوم متحركه قوي، بس احنا حابين برضه ان احنا نخوض التجربه دي بالامكانيات اللي عندنا. يعني جبنا رسام معانا ورسمنا على شفافيات، وعملنا كل يعني بنعمل الثانيه ب 24 رسمه او شفافيه، وعملنا بالطريقه التقليديه يعني. واحمد عملهم على برنامج الفلاش وبرامج الجرافيك وكده، وطلعنا فيلم كان مدته تقريبا احنا 5 دقائق تقريبا. وشاركنا بيه في الساقية، بس للاسف احنا كان معانا افلام انتاج ضخم، قنوات فضائيه يعني انتاج قنوات فضائيه وانتاج معهد سينما، فما قدرناش ان احنا ننافس في وسطهم. بس طيب اسم الغضب، غضب البحر والنهر، مين صاحب فكره الاسم ده؟ احمد اللي اختاره. احمد. اسمه ايام غضب البحر والنهر. ايام غضب البحر والنهر. ايام غضب، لان الفيلم ايام على الايام دي. وهو احمد لما كتب السيناريو، اول ما قال لنا الاسم ده، احمد كتب السيناريو، اول ما قال لنا الاسم ده قلنا كان مدهش يعني، كان فيلم مدهش. وده له علاقه بمناخ دمياط وطبيعه دمياط ما بين البحر والنهر. وكان اسم منه يعني اختياره كان
لان احنا قعدنا فتره نفكر في الفيلم، هو في اسم للفيلم، هو واحنا قاعدين قال لنا ايام غضب البحر. ما خفتش انه يكون اسم طويل شويه؟ لا هو يعني هو الاسم متداول، هو غضب البحر والنهر. تمام. انا عملته على اساس ان احنا في دمياط هي ملتقى البحر بالنهر، والنيل بيصب عندنا في البحر في منطقه اسمها اللسان. والثوره غضب يعني، فانا عملت ان هو غضب البحر والنهر، يعني ثوره دمياط. طب انتوا بتتكلموا او الفيلم بالتحديد بيتكلم عن احداث الثوره في دمياط. هل يعني في افلام كتير تناولت الثوره، افلام روائيه طويله وافلام قصيره، روائيه قصيره اخير، ايه الاختلاف؟ يعني هل الثوره في دمياط كانت مختلفه عن اسكندريه، عن القاهره، عن السويس؟ ايه الاختلاف؟ هي الفكره ان كل الناس شافت ميدان التحرير. ميدان التحرير ده كان ده رمز الثوره، هو ده يعني بنتكلم عن التحرير. وكل الناس فكرتها لما تشوف ميدان التحرير هو الثوره حصلت هنا، بس في ناس كتير جدا يعني ما حصلش في المحافظات، لا حصل في كل المحافظات ثوره، وحصل عنف، وحصل فكره برضه، يعني حصل ناس كتير جدا. احنا خرجوا ميادين كانت كتير يوم 11 ده اكتر من 70 80 الف ماشيين في الشارع يعني. وكانت لحظه لازم تتوثق يعني. وكنا بنتمنى ان كل محافظه كانت تعمل ده، يعني كنا على الاقل الناس تشوف ان الثوره ما كانتش في التحرير بس، او في اسكندريه بس، او في السويس بس، لا في كل المحافظات حصل الكلام ده. ما فيش محافظه اسمها ما حصلش فيها ثوره وحركه واصابات وناس ماتت وشهداء، ما فيش محافظه ما حصلش فيها ده. يمكن احنا كان ساعدنا الحظ شويه ان كل الناس بدات تصور بدون وعي، يعني بشكل تلقائي. كل الناس بتصور بشكل تلقائي، خرج ناس محترفين صورت، وناس عاديه وصحفيين صوروا واصيبوا، وناس اصيبت برضه كانت بتصور بدون اي حاجه واتقبض عليها واتاخد الافلام اللي معاها وصدرت كاميراتها يوم 25. كل ده تم. فهي يعني كان نفسنا يعني يبقى يعني ده النموذج اللي احنا عملناه ده يبقى في كل المحافظات، والناس تشوف الثوره هي كانت ازاي. اكيد كل ثوره في مكان او في كل محافظه لها خصوصيتها ولها شكلها يعني. فده كان الاهم يعني. كان مع ان احنا كانت فكره تلقائيه جدا يعني، احنا ما حضرناش ليها، ما قلناش احنا بنصور علشان نعمل، لا احنا فجاه لقينا عندنا ماده وطلعنا صور، طلعنا عملنا الفيلم. طب ايه اللي بيميز برضو، ايه اللي بيميز دمياط او ثوره في دمياط؟ يعني ايه الاختلاف؟ يعني اسكندريه وثوار اسكندريه ليهم طبع وليهم شكل وليهم حتى صفاتهم كانت ليها، والسويس برضو ليهم، القاهره اللي كانوا في التحرير ليهم. ايه اللي انتوا شفتوه مختلف؟ وانتوا طبعا اكيد اتفرجتوا على مهرجان افلام تانية بتتكلم عن الثوره، والتلفزيون طول الوقت وحتى مسلسلات بقيت نشوف فيها بعض الاحداث من الثوره. ايه اللي كان مختلف عندكم؟ هل كان في عنف زي ما كان هنا؟ كانت سلميه في الاول؟ كانت عامله ازاي؟ هو شقين. الشق الاول ان العنف كان من اتجاه واحد. ده زي ما في اي مكان. يعني احنا هنا مثلا يوم 28 في القاهره ده كان يوم صعب جدا، ده جمعه الغضب. ده بيحصل. كان في يوم 2/2 موقعة الجمل، الكلام ده ما كانش في المحافظات. كان موجود عندنا، كان موجود يمكن كان موجود يعني، وشفناه وكنا هناك عندنا نفس الحركه وعندنا نفس الوضع بالظبط. اصابات وضرب نار وناس متعوره وكل الكلام. لكن الفكره بقى ان معظم القوى السياسيه اللي قادت الثوره عارفين بعضهم ومتالفين، فما كانش في صراع. لان في لجان تنسيق كانت موجوده بين الاحزاب والقوى السياسيه دي في دمياط، لها تجربه فريده فيها يمكن من 15 سنه او اكثر من 15 سنه من قبل الثوره. فده كان يخلي الناس تبقى متفقه على هدف. غير محافظات تانية ممكن ما كانش فيها ده، فكان في صراع بعد الثوره يعني اثناء الثوره في صراع، بس ما كانش باين قوي جنب هدف واحد، ان اسقاط النظام السابق. فده اللي كان يميز دمياط، ان معظم الناس، احنا برضو بالفيلم لما شاف ان احنا مستضيفين ان معظم القوى السياسيه اللي شاركت وكلهم ما اختلفوش، يعني ما كانش في اختلاف. احنا قعدنا نعمل في الفيلم 4 شهور ونص. 4 شهور ونص؟ احنا اشتغلنا على الفيلم 4 شهور ونص. احنا انتاج يعني احنا
الثوره خلصت يوم 11/2. احنا اول عرض لينا وانتهائنا منه كان في شهر 6 في رمضان. اول عرض كان في رمضان. فطبعا 4 شهور، لان مده الفيلم 2 ساعة وربع يعني فتره طويله جدا يعني. فكنا حريصين جدا لكل واحد منا ان احنا نرصد الايام بشكل ايه واقعي قوي، وان كل الناس اللي شاركت يعني الاطراف القوى السياسيه تبقى ممثله في الفيلم زي ما كانت ممثله في الثوره. طب خلينا نقف عند النقطه دي ونطلع فاصل مع بعض مشاهدينا سريعا ونرجع مره ثانيه. خليكم معانا. شيف ونص، حلقة مميزة وأكلات جديدة كل يوم. معانا النهاردة الشيف سموئيلا، أكلات مميزة بطعم مميز. كريمة اللباني مع الطماطم وزيت الزيتون ملهاش حل. بنعمل الأكلات اللي حضراتكم عايزينها. هنفطر النهاردة إيه؟ برنامجكم اللي بتحبوه شيف ونص. اهلا بكم مشاهدينا الكرام. صباح الخير اعزائي المشاهدين. قراءة في أهم الأخبار والمنشطات الرياضية من خلال صباح الرياضة. صباح الخير يا صباح الخير يا طارق. لازم يبقى موجود حد من أعضاء مجلس الإدارة، وده تكرر كثيرا، مشاكل بتحصل للفرقة. أخبار دوري كرة السلة المصرية إيه؟ اللاعب الجديد اللي جاي ما يلعبش مباراة مؤجلة. احنا النهارده بناخد من الكبير على الصغير، وبعدين لازم يجي خبير بقى. نادي الاهلي لو لعب كل مباراته بنفس الاسلوب هنقدر نقول الاهلي بطل الدوري المره السابعه. ولسه مستمرين، وطبعا بنتكلم عن فيلم ايام غضب البحر والنار. طبعا معانا قائمين وصناع الفيلم، وكنا بنتكلم قبل الفاصل على انه قعدتوا 4 شهور ومن بعد الثوره 4 شهور. اول عرض خالص، اول يوم تعرضوا فيه، استقبال الناس كان عامل ازاي؟ انتوا اول عرض عرضتوه في دمياط، اهل دمياط اللي هم كانوا عايشين الثوره، كان تعليقهم ايه عن الفيلم؟ استقبلوه ازاي؟ هو الفيلم في اول يوم عرض طبعا كان فيه الصاله كلها مليانه. الناس اشادت بالفيلم جدا وقالوا ده لازم يتعرض في الفضائيات. وقصر الثقافه كان مشكور ان هو عمل لنا بعد كده 10 ليالي عرض، لكن للاسف ما اتعملهاش دعايه كويسه. يعني هما ما عملوش دعايه، يعني احنا تخيلنا ان ممكن محافظه دمياط او قصر الثقافه يتبنى دعايه، احنا عملنا دعايه احنا بامكانياتنا. فللاسف ما كانش حضور بعد كده كتير، وكتير من ابناء دمياط ما يعرفوش لغايه دلوقتي ان في فيلم عن الثوره اتعمل. بعد ما خدنا طبعا الفيلم تم تجاهله لمده 1 سنة وشهرين. هل ده كان متعمد شايفين ولا كان مش عارف، ممكن انتهى في الاحداث متعمد، انا مش عارف، لان طبعا برضه قيادات المحافظه اتغيرت، يعني اتغيرت كذا مره في خلال الوقت ده. لكن احنا بعد ما فوزنا في المهرجان دعينا لتكريم من المحافظة دمياط ومن قصر الثقافة. فرحنا، للأسف كان المفروض المحافظ هيحضر، ما حضرش لظروف عنده أو إيه، ما اعرفش. السيد السكرتير العام جه، ولكنه طلب إن هو يعني يجي يخلي فقرة التكريم في الأول ويمشي. فطبعا هو جه ومشي، والفيلم اتعرض في الاخر بعد فقرات كتير ما حضرش، وبالتالي كمان نص اللي في القاعه مشي. فاحنا اللي زعلنا مش كده كمان عدم الاهتمام بالفيلم حتى في دعايه جماهيريا. يعني احنا كان نفسنا ان المحافظه مثلا تتبنى ليالي عرض الفيلم، لان في ناس لغايه دلوقتي ده حق الناس اللي موجوده في الفيلم.
لان احنا بنوثق لبطوله الناس دي. احنا مش ابطال الفيلم، احنا صناع فيلم من ماده اتعملت عندنا، ابطال ولحم ودم حقيقيين. وناس، في عندنا شهيد مات هناك، وفي عندنا مصابين من طفل صغير راحت عينه من عنده 7 سنين لغايه اصابات. فالناس دي عملت بطوله في دمياط، ناس كتير اعتقلت ودول موجودين معانا في الفيلم. اعتقلت ولما خرجوا ما كانوش عارفين ان في ثوره حصلت، يعني هم اتفاجئوا ان الثوره نجحت. يعني هم اعتقلوا من يوم 28 كانوا ما كانوش. فانا كان نفسي ان الناس دي حتى يكرموا، الناس تشوف بطولتهم، يتعمل ليالي عرض للفيلم، ولكن للاسف ده ما حصلش. يعني حصل تجاهل شديد للفيلم حتى بعد فوزه بجائزه لجنه تحكيم. انا بقول لحضرتك ده اللي حصل بعد فوزه بالنسبه للمحافظه. على مستوى بقى اعم واشمل شويه، برضو شايفين انه في تجاوز. يعني مثلا هنا بنتكلم سعيد صاوي، بنتكلم فضائيات، بنتكلم في صحفيين. هل بدا في حاسس انه في دعايه في بره دمياط بنقيم فنيا كويس، لكن انا بتكلم مش على تقييمنا احنا او تكريمنا احنا، انا بتكلم على ان الفيلم ده هيعتبر وثيقه تاريخيه لدمياط. فانا بتكلم ان محافظه دمياط المفروض كانت تهتم بيه جماهيريا للناس، مش ما حصلش. للاسف يعني. طب ما بتحاولش بعلاقاتكم زي ما انتوا قلتوا يعني انتوا بتدعموا شغلكم، ما حاولتوش انتوا تشتغلوا على ده بمجهودات فرديه؟ بالنسبه لهناك لا، لان هو بالنسبه هناك ما يهمنيش غير انه الناس تشوفه. مفيش اي حاجه تانية تهمني غير كده. اصل هو ما ينفعش، وده مش في ايدينا يعني. طب انتوا فكره اليوتيوب، الناس كلها بتعرض دلوقتي اليوتيوب، حتى في اغاني ومطربين بيتشهروا من خلال اليوتيوب ما بيبقوش نزلوا حتى على التلفزيون، ما بيشتركوش كمان في مهرجانات زيكم. ما فكرتوش ان انتوا تستغلوا الانترنت؟ يعني الفيسبوك ده عمل ثوره، الانترنت ده بقى حاجه مهمه جدا وحاجه اساسيه جدا في حياتنا. في قنوات دلوقتي كمان قايمه على النت، ده الجنريشن الجديد. تمام. هي الفكره مش في ان احنا يعني مش في ان احنا عايزين نسوق الفيلم. يعني عندنا هي الفكره ماشي، ان احنا لما تسوقوا الفيلم والناس تتفرج عليه، ده تكريم للابطال الحقيقيين اللي هم فعلا في الفيلم، هيتعرفوا عليهم ويشوفوهم ويعرفوهم اكتر. لا انا معاكي في ده، احنا بس بنتكلم في حته ان ايه، ان المفروض القيادات اللي في المحافظه المفروض هم يعني حصل حدث زي ده، فالمفروض هم من نفسهم يعني من جواهم هم يبداوا يتحركوا من الناحيه دي. بس الفكره مش في كده. لكن الفتره اللي فاتت كلها كانت لخبطه والدنيا ما كانتش مستقره، ويعني البلد كلها مش في المحافظه بس. بالظبط. فاهم؟ مع تغييرات كتير، خلينا نقول انه نتفائل، يعني نقول نبص للجانب الحلو. انتوا هتعملوا ايه عشان يحصل ده؟ انا شايف ان احنا يعني هو اللي احنا وصلنا له ده حاجه كويسه، ده حاجه كويسه جدا. والفيلم اتعرف اتعرف، في ناس شافوه، والبعد كمان بعد الجائزه اتعرف ان احنا عملنا حاجه اكيد طبعا بعد الجائزه اكيد. لا بس انا بس لو كنا بنتكلم في زاويه، بس كنا بنتكلم زاويه اللي هو التقدير، بس اللي هو تقدير قيمه الفيلم، او ان هو ان دي حاجه وثيقه معنويه. مش معنويه لينا احنا، معنويه للشهداء اللي راحوا وللاطفال والمصابين. بالظبط. وان دي قيمه المفروض دي تتحط مثلا في المكتبه بتاعه المحافظه، او تحط يعني يبقى حاجه تحتفظ بيها، لان احنا لان الفيلم معمول وثائقي، هو الفيلم يعني تغطيه الاحداث الثوره كلها، كل اللي حصل فيها. فبعدين هو الفيلم اللي اتعرض في المهرجان كان مدته 39 دقيقه، لكن هو اصل الفيلم 2.5 ساعة او 2 ساعة. احنا عشان نقدر نشارك يعني في المهرجان انا بتمنى بناشد المسؤولين طبعا انه فعلا ده فيلم بيوثق فتره مهمه جدا، مرحله مهمه جدا في تاريخنا، مرحله الثوره. بنشوف زي ما هم قالوا فيها شهداء وفيها مصابين وليهم حق فعلا، وفيلم اخذ جايزه في مهرجان دولي، فمش يعني مش عمل بسيط، او لا ده فيلم متميز واخذ جايزه زي ما قلنا. طب اعلاميا بقى؟ واعلاميا اتغطى كويس طبعا، اتغطى كويس، واتغطى على النت وعلى في الجرايد الورقيه، اتغطى كويس جدا يعني. لكن فكره ان ايه برضو يعني ان كنا بنتمنى ان مثلا فيلم معمول عن محافظه دمياط يقوم مثلا التربيه والتعليم تقول والله هات لنا نسخ من الفيلم ده، هنخلي الاطفال تشوفه في المدارس. الكليات احنا عرضنا السنه اللي فاتت قبل الفيلم، قبل ما ياخد جائزه، عرضنا في كليه واحده هي كليه التربيه، وفي كليات رفضت ان هي تعرض. ليه؟ رفض الكليات جاي يعني ايه فتره اللي هي يعني ايه بلاش ثوره اليومين دول، يعني
عايزين يعني بلاش اليومين دول، يعني الناس تعبت وعايزين الناس بقى تروق، فبلاش بقى نعرض افلام عن الثوره والكلام ده. في كليات رحبت ان هي تعرضه، وفي مثلا السنه اللي فاتت برضه حصل واقعه من ضمن الواقعات، احدى كليات الطلبه، اتحاد الطلبه طلب ان هو يعرض الفيلم فالعميد رفض. لا تعليق يعني. فليه انت رفضت؟ قال لك يعني احنا مش ناقصين يجي عمل فيلم يكون فيه اخوان وفي ناس ثوريين تانيين يحصل مشاكل بينهم وبين بعض، فانا غني عن المساله دي. يعني احنا ما عملناش الفيلم كده، ده من غير ما يشوفه يعني، احنا ما عملناش كده. احنا زي ما قلت لك الاول كنا حياديين جدا في التناول، ومفيش حد شاف الفيلم الحمد لله يعني الا ما قال ان ده فيلم محترم، الناس اللي عملته وراها فكر جيد وراها شغل كويس، وكنا حريصين قوي ان احنا يعني نعمل شغل يعني محترم، يعني محترم الناس، حتى نحترم عقول الناس يعني ده كان مهم. وان احنا مثلا يعني كان في بعض الافلام انا شفتها استخدمت وسائل تانية في الشغل، في وسائل فنيه يعني زي الديكو دراما واشياء اخرى. احنا رفضنا نعمل ده لان الناس جاهزه، احنا الناس موجوده اصلا، احنا ما جبناش حد من بره. لدرجه مثلا ان في بعض الناس لما شافته من دمياط، اللي هو الناس العاديه بقى خالص، قالوا احنا مش مصدقين ان ده حصل في دمياط، لولا ان احنا شفنا اليوفط والشوارع اللي احنا عارفينها والاماكن اللي احنا شفناها. معقول ده حصل في دمياط؟ مش ان احنا قلنا لا، ده صور، ده فيديوهات، ده الناس قدامك، ده حقيقي، دي حاجه حصلت، انتوا مش مصورين يعني ده موجود يعني. فهي كانت الفكره مش دي تمثيل يعني، ما عملناش ده يعني. الفكره ان كان عندنا زي ما قلت لك الماده وجبناها وعملناها يعني. احمد واحمد حرفيين جدا في المساله دي، حرفيين قوي يعني بصراحه يعني، وفاهمين قوي يعني ما بيشتغلوا يعملوا مونتاج يعني ايه. احمد برضه رغم ان هو كده بيتواضع، هو مخرج جيد جدا، لان اما يعمل 3 افلام قبل ده وانا شفتهم وكنت يعني اتفرجت عليهم، وده كان سبب ان احنا يلا نعمل. وبعدين عنده جرأة قبل الثوره ما يعمل فيلم عن عباد السلام، فيلم اسمه المركب اللي تودي، وفيلم روائي قصير، ويجيب ناس تعمل ده وتمثل، وكله معمول في دمياط مش معمول بره. فكانت دي جرأة يعني نقدر نقول يعني هو يعني عايزين نعمل سينما برضه دمياطيه اكثر من بيئه يعني من الواقع، ده اللي كان هدفنا. المجتمع بتاعك كله هو المجتمع يعني الوصول الى العالميه هي يعني بدايه من المحليه. ابدا من المحليه هتوصل للي انت عايزه. احنا بنتمنى ده واحنا كنا مقتنعين بده. حتى بعض الهتافات لما كانت موجوده بلهجه دمياطيه كنا مصرين ان هي تبقى موجوده بلهجه دمياطيه ما تتغيرش. انتوا الفيلم كله توثيقي ولا في جزء درامي؟ كله ديكو دراما زي ما بيقولوا. هو توثيقي بشكل درامي. يعني وثائقي، لكن هو كله يعني وثائقي. ده كله وثائقي يعني ده حصل بجد، مفيش اي جزء تمثيل؟ لا خالص. لكن كنا مستخدمين الدراما شويه في الايام، يعني بمعنى ان مفيش واحد من اللي جبناهم اتكلموا الا ما كان له فيديو موجود داخل الميدان. احنا جايبين ناس من الميدان موجوده، فهو بيتكلم عن الموقف. احنا ما قلناش لحد يقول حاجه، عشان بالمناسبه احنا ما قلناش لما جبنا ناس، احنا عملنا لوكيشن ناس اتكلمت فيه، ما قلناش لحد قول كذا وانت قول كذا، ما قلناش، ما وجهناش الناس. احكي لنا عن تجربه الثوره، فالناس قعدت تتكلم عن تجربه الثوره واحنا عندنا الفيديوهات. فبقى احنا مثلا نقول احنا اتفقنا ان احنا نطلع الساعه 10 صباحا من قدام الحزب الفلاني، فعندنا الفيديو ده. هو ده كان شكل الحدوته يعني، ان هو الراجل بيقول احنا هنعمل كذا، فبنوثق بالفيديو اللي هو قال. خرجنا رحنا ميدان البوسطه، واحد بيقول هو نفسه بيبقى موجود، انا كنت اللي بهتف، جبناه هو نفسه هو نفسه اللي قال. فكان شكل انا كنت بهتف واقف، هو نفسه قال في اللوكيشن، ووثقنا ده بالفيديو بتاعه، بالاضافه الى رؤيتنا احنا. ده الاهم، رؤيتنا احنا للفيلم. طب ليه ما فكرتوش عشان اعلاميا برضو الفيلم يتعرض على اكتر من جمهور، مثلا نقابه صحفيين، انتوا تعملوا عرض فيه؟ يعني كتير من بنشوف ده هم عرضوا علينا بالمناسبه. يعني هم قالوا لنا تعالوا اعرضوا هنا في نقابه الصحفيين. وفعلا في فكره ان احنا هنعرض في نقابه الصحفيين. في صديق ليا قال لي احنا هنعرض في ساقية الصاوي، ممكن تيجي تعرض في ساقية الصاوي. لكن دي عارفه يعني ايه فكره ان الناس فين فوق يعني ايه
المكان متوقفه على المكان والزمان يعني تحديد الزمان بس. الاماكن كتير ناس لما شافت الفيلم قالوا هيبداوا بداوا يتكلموا، وده كان مهم بالنسبه لنا يعني. احنا لما عرضناه في قصر السينما، في مهرجان قصر السينما السنه اللي فاتت، احمد كان موجود وكان في نقاد بقى متخصصين. لما شافوا الفيلم احنا احنا يعني كل تواضع، احنا الناس اللي قلناه الناس شافته. يعني اللي احنا قاصدينه داخل الفيلم الناس شافته، دي ناس محترفه يعني ناس محترفه ودي شغلتها. طيب انا عايزه اعرف، ارجع لك تاني حلبة، كتابه الفيلم الروائي القصير او فيلم تسجيلي مختلفه عن الفيلم الروائي الطويل، محتاجه ايه يعني؟ انت وانت بتكتب ترجع مثلا عن الفيلم الروائي يعني تسجيلي عن الروائي، روائي وتسجيلي. عايز اعرف الفرق وانت بتكتب. انت جربت تكتب روائي تاني مش كده غير تسجيلي، ايه الاختلاف؟ الاختلاف ان انا بصنع الاحداث في الفيلم الروائي، يعني انا بصنع الاحداث، دي حاجه من خيالك. طبعا بصنع الاحداث كلها. لكن في الفيلم التسجيلي بيبقى فيه حدث عندي انا عايز اغطيه، فدوبك يعني السيناريو انا بعمل فيه الترتيب بتاع الاحداث. لو يعني في اسئله يعني تتسال للضيف، الارشيف اللي انت بترجع له وانت بتعمل التعليق الصوتي او انت بتحضر هتقول ايه، ده بترجع على الانترنت ومراجع وكتب اتعملت عن الموضوع ده؟ طبعا. ولا انت يعني مصادرك بتبقى فين؟ هو بالنسبه للفيلم بتاعنا ما كانش فيه مراجع التصوير. ما بتكلمش عن الفيلم، بتكلم بقى عموما الفيلم التسجيلي طبعا انا لما بحتاج اعمل عن موضوع معين بدور في المراجع، في كتب، في فيديوهات اتعملت عنه قبل كده على الانترنت، على اي حاجه، وبجمع ماده علميه او ماده فيلميه لو كان موجود في صوره فيديو، بجمعها بقدر افهم الموضوع كويس. ببقى عايز طبعا اعمل فيه حاجه جديده بقى غير اللي اتعملت عنه قبل كده، بس وابتدي اشتغل عليه. والسيناريو بتاعه بيبقى في صوره ان هعمل كذا بعديه كذا بعديه كذا، الشكل بتاعه هيبدا بدايته كذا، يعني غير الروائي ان انا بسرد الاحداث، بعمل اول فكره ومعالجه خط درامي وشخصيات. التسجيل بيعتمد على الزمن فكره الزمن. الوثائق والتسجيل بيعتمد على فكره الزمن. يعني دلوقتي في قنوات خاصه، قنوات وثائقيه، دوكيومنتري، هل ده جديد بقى؟ طبعا، بس هي طبعا الناس عايزه تتفرج على الافلام دي. اكيد، لان هي حتى بتحقق نسبه مشاهده عاليه وبيشتروها بمبالغ كويسه، لكن هو بيشترطوا تقنيات معينه، لازم يبقى تقنيات عاليه جدا موجوده في مواصفات الفيلم ده. بس هي دي لسه مش متاحه لينا شويه، ومش هدفنا الاساسي. يعني احنا اصلا هدفنا الافلام الروائيه، لكن احنا عملنا الفيلم التسجيلي. يعني انتوا الاساس في افلام روائيه. الفيلم التسجيلي ده جه بالصدفه، جه علشان حاجه انتوا كنتوا عايشينها. بالظبط. طب احمد، انت كان ليك تجارب في افلام روائيه قبل كده، افلام روائيه قصيره؟ طب ممكن تكلمني عنها؟ احنا كنا عملنا فيلم المركب اللي تودي، اللي كانوا انتوا كل تجاربكم كلها مع بعض؟ تقريبا كلها. هو احمد واحمد تجاربهم مع بعض. يعني احمد واحمد حضرتك انضمت لهم في فيلم الفيلم ده. لكن متابع معاهم، لكن متابع جيد معاهم يعني. متابع معاهم متابع معاهم يعني. ده يعمل شغل محترم، الاب الروحي لينا يعني محتضن. كلمني بقى عن الافلام اللي انت قدمتها، الافلام الروائيه القصيره. هو كان اهمهم كان فيلم المركب اللي تودي. هو كان المركب اللي هو كان عن عباره سليم اللي احنا اتكلمنا عنه. هو ده كان اهمهم يعني، لان كان مدته كانت كبيره، يعني 32 دقيقه تقريبا او حاجه. وكان اول تجربه ان احنا نجرب نعمل بقى حدوته، بقى نمشي حدوته كده بالصوره ونقدر نوصل القصه دي للناس يعني عملناه باول شكل احترافي بديكوباج وكده. احنا كانت لنا تجارب كتير قبل كده، بس كنا بنتعلم منها يعني، كنا بنتعلم فيها. ما كانتش دي كنا بنحاول نقرب شويه حاولنا نقرب شويه للجد او الحاجات الكبيره يعني. احنا عملنا فعلا ديكوباج للفيلم، قسمنا المشاهد، بدأنا نعمل بروفات الاول، يعني بدأنا نحضر الفيلم بشكل جد شويه يعني. وكانت دي اول تجربه ان احنا نعمل حدوته، وكانت تعتبر القصه
يعني قصه ممكن تعمل فيلم حاجه كبير حصلت يعني وكانت يعني وفي كارثة. تصوير في الميه، وفي كان في مشهد الاخير كان الغرق، يعني حاولنا برضو نقرب المشهد قوي ان احنا فعلا واحد بيغرق وجبنا البطل وهو بيغرق ومش عارف ايه كده. فيعني فعملنا يعني اللي كان الفيلم ده كان يعني حتى اول ما شارك في مهرجان اخد جايزه احسن فيلم برضه. ده شاركت فيه في مهرجان ايه؟ موسكارز. احنا اتكلمنا عنه. طب انا عايزه اعرف ده كان انتاجكم مع بعض ولا كان في ده انتاجنا؟ بس ما هو انتاج في اضيق الحدود ان احنا برضو اخراج فيلم روائي قصير هل يختلف عن فيلم تسجيلي عن فيلم روائي طويل؟ طبعا. انه اسهل بالنسبه لك؟ لا هو بالنسبه لنا الفيلم الروائي ممتع. يعني هو يعني بالنسبه لي انا شخصيا الفيلم الروائي يعني استخدم سلطاته كمخرج. يعني انت بتبني فكرتك بتبنيها انت بادوات اللي انت بتستخدمها. لكن الفيلم التسجيلي انت المفروض ملتزم كويس جدا ان انت الحقيقه وما تقولش يعني رؤيتك يبقى ليك رؤيه بس ما ينفعش انك تزودها، ما ينفعش انك رؤيتك ان هي تطغى على الحقيقه اللي حصلت يعني. لكن فنيا بالنسبه لي الروائي ممتع اكتر يعني. طبعا حلم اي مخرج فيلم سينما فيلم روائي طويل. طبعا اي سيناريست برضو حلم كبير حتى لما بيقدم دراما دايما بيبقى عينه على السينما. هل ده في مشاريعكم ولا انتم مركزين على نوعيه الافلام اللي انتم بتقدموها؟ لا طبعا في مشاريعنا ان احنا في يوم من الايام نعمل فيلم طويل. انا دلوقتي انا عامل سيناريو الفيلم من انتاج مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه. هو فيلم روائي قصير. كنت مشارك في ورشه سيناريو في الدوره اللي فاتت من المهرجان، واختاروا الفكره بتاعتي انها تتعمل كفيلم، وفعلا انتهيت من السيناريو وابتدينا نعمل كاستنج وهنبتدي تصوير ان شاء الله الشهر الجاي. طيب هنقف عند المرحله دي عشان عايزه اتكلم عن الفيلم نعرف تفاصيل اكتر عنه. نطلع سريعا المشاهدين مع بعض فاصل ونرجع مره ثانيه. خليكم معانا. هتبقى مأذونة. أنا إيه؟ يا لهوي. مش شايفة إن هي مهنة غريبة شوية على الستات؟ ما هو أنا عشان كده اخترتها، عشان أفهم بابا وأقول له يا بابا مفيش فرق ما بين مأذون ومأذون. على فكرة مش وقته خالص الكلام ده. إيه عايز إيه؟ خدي كملي المشتل. أخبارك إيه حقيقي يا فندم؟ انضربت. يا حرام. قرب لينا الجواب معلونة، لو حالتك ضنك وجبت جاب مضمونة. ولسه مستمرين مشاهدينا واخر سيجمنت في حلقتنا النهارده. حابه نتكلم عن الفيلم. كنت بتقول ان انت بداتوا تعملوا كاستنج. كلمني الاول عن موضوع الفيلم، جهه الانتاجيه، الابطال اللي معاك. هو الفيلم يعني اغلب الافلام اللي في المرحله دي بتمر بمرحله الثوره. يعني انا لما باجي اعمل فيلم برضه بتتناول الثوره. مش بتناول الثوره، يعني هو لا مش بتناول الثوره، انا بتناول فكره النفاق في المجتمع. دي الفكره الاساسيه، لكن هي بتمر باحداث الثوره ومن خلالها بيبان النفاق ده اكتر. وفي ناس كتير اتغيرت من قبل الثوره لبعد الثوره. فهو فكرته لاول مره انا بطرحها عن طفل في مدرسه. قبل الثوره المدرس بيطلب منه انه يكتب موضوع تعبير عن انجازات مبارك. فبيكتبه يعني بيسال والده فبيجاوبه بطريقه مش كويسه، بيكتبه غلط فوالدته لا مش بيعجبها ده، فبتصلح له، بتكتب له موضوع فيه انجازات كبيره جدا. وبعدين
بيروح المدرسه المدرس بيتبسط منه. بعد الثوره نفس المدرس بيبقى قاعد مش طايق صوره مبارك المحطوطه في الفصل، لان هي طبعا قبل الثوره كان كل فصل ليه فيه دايما صوره الرئيس، فبيشيلوا صوره الرئيس لدرجه الاولاد بيشوفوا المشهد ده اللي هو كان بيتقال عليه اللي هو القدوه والمثل ومش عارف ايه، فجاه الصوره بتتشال وبتنزل، ولدرجه ان الولاد بيبقى خايف ان المدرس يشوف موضوع التعبير اللي هو كتبه في مبارك كويس قبل كده. تمام. فالطفل بيتعرض لصور نساء بيشوفها في الشارع وفي المدرسه وفي البيت، اللي هم المفروض الثلاث مؤسسات المتحولون بقى الثلاث مؤسسات اللي بتشارك في تربيته بالاضافه للاعلام كمان. فالولد بيتحول من كائن نظيف ونقي، بيتحول بعد كده ان هو بيبتدي يستخدم النفاق ده في حياته، بيلعب على والدته وبيلعب على والده علشان يحصل على حاجات هو عايزها. دي كانت طبيعه المرحله للاسف. بالظبط. بس الفيلم هيبقى اخراج مخرجه مغربيه اسمها امال بوفتاح، ومن انتاج المهرجان. انتاج ايه؟ من انتاج مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه. طب ليه فيلم نتكلم او احداث عن ثوره او ليه كنت عايز اشوفها من منظور طفل. ليه مخرجه مغربيه؟ ليه مش مخرج مصري؟ هو كان طبيعه الورك شوب اللي كنا فيها ان يعني في واحد من مصر هيعمل مع حد من السودان، مع حد من موريتانيا، مع اللي هو انتاج افريقي. انتاج افريقي من يعني مصور ومخرج وسيناريست، لان الثلاث ورش دول كانوا موجودين. كان في ورشه اخراج مع المخرج العالمي رضا الباهي من تونس. هو اختار مجموعه ناس عنده هم دول اللي هيعملوا الافلام. انتوا كنتوا بتشتغلوا نظام ورش بالظبط كده. فهي الورشه بتاعتكم طلعت النتيجه ده. الدكتور كمال عبد العزيز كان معاه ورشه تصوير، والاستاذ هاني فوزي كان ورشه السيناريو بتاعته. فكل واحد بيختار من دول وفي الاخر بيتعاونوا مع بعض في انتاج الافلام. انت كان مين اللي معاك في الورشه؟ كان الورشه بتاعتك الاستاذ هاني فوزي، السيناريست هاني فوزي كان هو اللي ماسك الورشه بتاعتي. وده هيبقى انتاج مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه. ومفروض انتوا بداتوا تعملوا تحضيرات، بداتوا تعملوا كاستنج مع ابطالك مين؟ الطفل والام والاب والمدرس. المدرس ده يعني هو يعتبر من الاعمده الاساسيه في الفيلم. ولكن الطفل مرحله سنيه تقريبا ابتدائي؟ في 6 ابتدائي. 6 ابتدائي. من 5 ل 6، لان احداث الفيلم سنه. يعني هو بيمر شويه في سنه 5 وبعد كده بيتنقل ل6، لان كان في حاجه تعتبر شبه كارثه في كتاب الدراسات لسنه 6. وهي ان الكتاب في درس عن انجازات مبارك وانجازاته تحسين الاوضاع تحسين الاوضاع الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه. انا مش معترض على ده، لكن بعديه بدرسين عوامل قيام الثوره، سوء الاحوال الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه. فهم عملوا الحاجه وعكسها في كتاب واحد. بس فكان ده لخبطه للطفل. ويعني بترسخ صور النفاق عنده كمان. طيب احمد قول لي، يعني هو بالنسبه له جات له فرصه وهو داخل ان شاء الله يقدم تجربه بتاعته كسيناريست. الموضوع كان اسهل، طريق كان اسهل باعتبار ان هو ورقه بيتكلم عنه. ده انا معايا ورق ناس هتقراها يا لا. لكن انت كمخرج الموضوع صعب شويه عشان تقدر تحقق وتشتغل، لانه طبعا انت انا عايز اشتغل بس عايز اخد فرصه عشان اثبت ان انا مخرج شاطر. مش هقدر اقول ان انا مخرج شاطر وانا ما خدتش فرصه. طب لا هو بالظبط، هو بالنسبه للاخراج بيبقى صعب شويه، بس هو انا يمكن طموح شويه في الاخراج، مش طموحي قوي ان انا اعمل فيلم كبير ونخش المجال السينما، مش طموحي القوي ده، بس طموحي ان انا يعني ان اوصل اللي انا عايزه او اللي انا حاسه من خلال بقى الاخراج او من خلال الامكانيه دي يعني. لكن مش طموحي يعني هو انا المفروض ان انا هشتغل على ده وهدرس اخراج واحاول ان انا اكتسب خبره اكتر من كده وكل الحاجات دي، بس مش اساسي قوي ان انا يعني مش عارف مش طموحي ان انا اوصل لو يعني للسينما اللي انا عايزها. ايوه، يعني السينما اللي انت عايزها دي توصل لها ازاي؟ يعني انا هدرس
السينما وهدرس اخراج، ومفروض ان انا ادرس الحاجات دي كلها، وربنا يسهل بقى. هو ده نصيب بقى ان انا ان اللي انا حققه ده ممكن يوصل او ما يوصلش، دي حاجه بتاعت ربنا يعني. طيب ان شاء الله طبعا ربنا يحقق لك اللي انت بتتمناه. مهرجان كام لافلام الثوره، مهرجان خاص بافلام الثوره، فكرتوا ان انتوا تشتركوا فيه او تحاولوا تشاركوا بالفيلم بتاعكم بما انه الفيلم بيتكلم عن الثوره خاصه بفتره بمحافظه دمياط، ولا لا؟ بما ان انتوا يعني ما شاء الله عندكم خبره في المشاركه المشاركه اشتركنا فيه، بس كان اتاجل ومش عارف بعد كده ايه اللي حصل، ما اتصلوش بينا وانا ما عرفتش عنه حاجه، لكن احنا بالفعل قدمنا فيه. لكن انت بالفعل حاولتوا ان انتوا قدمنا فيه فعلا وبعتنا الDVD بتاع الفيلم. طيب طبعا انا في النهايه كده بشكركم، انتوا نورتوني. قبل ما نختم كده عايز اعرف كل واحد فيكم نفسه الفتره اللي جايه لو عنده اخد فرصه ان هو يقدر يعمل الحلم اللي هو بيحلم بيه، كلكم كده كل واحد يقول لي تعملوا ايه؟ انت حلمك ايه؟ حلمك ايه؟ حلمك ايه؟ نبدا بالاستاذ حلمي. هو الحلم يعني استاذ حلمي حلمك ايه؟ انا يعني زي ما قلت يمكن من شويه، امنيتي قوي ان انا اسجل كل حاجه عن دمياط، بما اني راجل من هذا المكان. ف يعني عالم يعني دمياط مكان مليء باشياء كتيره جدا، يعني لا تعد ولا تحصى، لدرجه مثلا ان منظمه اليونسكو اليومين دول نازله بتجمع التراث الانساني عن مصر ممثله في دمياط. ده مشروع بيتعمل دلوقتي، مشروع بيتعمل ليه؟ لان هناك خصوصيه لا تتخيليها في هذه المنطقه، ما حدش قرب لها، ما حدش نكش فيها، ما حدش اتكلم عنها. وهناك عده تجارب ولهجات مختلفه بين قريه وقريه يعني. ده فاحنا حتى ما بنعمل ده احنا عايزين نعرف هو ليه ده؟ يعني ليه احنا في قريه لها لهجه وقريه بعدها ب2 كيلو مثلا لهجه ثانيه مختلفه خالص ولكنه ثانيه مختلفه. يعني ده الفكره دي فكره، في افكار كتير جدا هناك. ليه دمياط مشتهره بالموبيليا؟ ليه دمياط مشتهره بصناعه الحلويات؟ ليه بالالبان؟ كل هذه الاشياء ما حدش قرب لها بشكل حقيقي، ما حدش قرب لها بشكل وبس. يعني الناس لما تتكلم عنها بتتكلم عنها من بره. دمياط شهيره بالاساس. طب ليه؟ هي محافظه صناعيه معروفه، يعني مثلا اللي يقول لك اللي عايز تشتري عفش خشب زي ما روح دمياط. شهيره بالمشبك طب هل ده اختلف طب بعد؟ ليه؟ هو ليه؟ وانا عايز اعرف اختلف ولا لا؟ هل فعلا لسه ده ولا هي بقى سمعه زمان احنا عايشين عليه؟ لسه موجود، لسه موجود والالبان واشياء كتيره جدا كل الكلام ده لسه موجود. طب ليه ما حدش قرب لده؟ لما تيجي اليونسكو من بره تشوف مشروع، تعمل مشروعها عن دمياط تحديدا، تسيب مصر كلها وتروح دمياط وتقول هو ده المكان اللي انا اقدر اخد منه تراث انساني. هو كده المشروع اسمه جمع التراث الانساني او التراث اللامادي. المشروع اسمه كده، اليونسكو شغاله فيه. ودلوقتي النهارده من يوم السبت وبدا من امبارح لغايه يوم الخميس بيعملوا فيلم تسجيل عن دمياط عن هذه المهن. انا احد الناس المشتركه في هذا المشروع. هو بعد الثوره حصل تغيير سلبي ولا لسه انتم مستمرين؟ لا يعني حصل تغيير، هو تغيير سلبي وقتي. ولكن تغلبتوا عليه؟ لا وقتي، هنتغلب عليه. لكن لسه في مرحله هنتغلب عليه. يعني احنا هنتغلب عليه. يعني ليه دمياطي عملي اكتر؟ الطبيعه دي جايه منين؟ ما حدش درس ده وما حدش اتكلم ده. يعني ما حدش اتكلم عن المناطق دي. فانا امنيتي انا ببص للمنطقه دي لبلدي، ومش شعوبيه ولا تحيز، لا انا ببص لده لان انا راجل اصلا كاتب قصه وكاتب روايه وشايف المنظومه ازاي. يعني كان حتى يعني كان يقول لك دمياط كما تصدر الموبيليا تصدر الدراما. ناس كتير جدا من دمياط مبدعين وكتاب لا يعني المجال يعني لا يتسع لذكرهم. بشير الديك، يسر الجندي، السلموني، سمير الفيل، عمرو سمير عاطف، عمرو سمير عاطف، اخر العنقود مثلا من دمياط، اخر العنقود هؤلاء المبدعين مثلا. هل حضرتك حلمك ان انت تقدم افلام روائيه طويله؟ لا انا افضل، انا بالنسبه لي انا افضل الافلام تسجيليه. لان ده هيبقى اكتر
واقعيه. بس مش شرط بقى تكون افلام تسجيليه خاصه بدمياط، ممكن افلام تسجيليه بقى ممكن، لكن انا امنيتي ان انا يعني المنطقه دي ان حد يشوفها بعينين ولادها اكتر وبوعي اكتر. دي امنيتي يعني ان حد يعمل ده. النهارده اليونسكو بتعمل ده، وان اللي مريحني ان انا احد المشتركين في هذا المشروع برضه، ان هم يجوا تعالى احنا هنعمل افلام تسجيليه، فيلم تسجيلي وهنجمع التراث. بدانا من رمضان هننتهي لمده بعد شهر، يعني هنقعد 4 شهور نشتغل في الشغل ان شاء الله. طب قبل ما نختم كده برضو عايزه، انتوا خلاص قلتوا استقريتوا في القاهره ولا بين القاهره وبين دمياط؟ خلاص يعني دمياط هجرتوها كده ولا لا؟ في القاهره. بالنسبه لي انا بس اللي استقريت في القاهره. انت استقريت في القاهره، سبت دمياط خلاص، جات لك بقى الشهره والنجوميه هتبدا. احمد لسه مستقر في دمياط؟ لا انا من كده وكده. شايفين انه مجال الفن والخطوات الفنيه عشان تاخدوا خطوات ايجابيه محتاجين تكونوا متواجدين في القاهره؟ اكيد. حتى اللي في اسكندريه بيجوا يقعدوا في القاهره، ما بالك بدمياط. يعني بتمنى لكم التوفيق. بس فعلا دمياط بلد يعني محافظه جميله من محافظات مصر الجميله، محافظات مصر كلها جميله، ولكن فعلا محافظه غنيه وفيها يعني دايما لما يقولك العرايس تروح تجيب من دمياط. عندكم حاجات حلوه زي ما قال الاستاذ حلمي المشبك وقال حاجات كتيره. فبما ان انتوا بتحاولوا ان انتوا تقدموا دمياط بشكل حلو الناس تتعرف عليها حتى بره، وتشاركوا في افلام خاصه بمهرجانات دوليه، برضه ممكن يبقى في محاولات تانية مش شرط بقى عن الثوره، ولكن توثيق عن دمياط دلوقتي بقت عامله ازاي، الصناعه، الحرف الخشبيه دي موجوده، الصناعات الخشبيه مستمره ولا لا؟ ده دوركم بيتهيألي. اكيد طبعا. انا بشكركم كلكم، انتوا نورتوني النهارده. يعني بتمنى لكم التوفيق، والفيلم يعني لو تقدروا تشاركوا فيه في مهرجانات تانية يا ريت طبعا. احمد محمد حلبة سيناريو وكتابه تعليق ومونتاج الفيلم، استاذ حلمي طبعا الفكره وتوثيق الفيلم، واحمد سعد صيام المخرج. بشكركم نورتوني. مشاهدينا بكده نكون وصلنا النهارده لنهايه حلقتنا. طبعا كنا بنتكلم عن الفيلم التسجيلي، وزي ما قلنا في بدايه الحلقه انه اللي جاي التسجيلي والروائي القصير ده له جمهور كتير، وناس كتير بدات تتابع وتشوف الافلام التسجيليه وتشوف الافلام الروائيه القصيره. ما بقتش الفكره كلها في افلام روائيه طويله بس، بقى في جمهور وفي مهرجانات خاصه بالافلام دي. كان ابطالنا النهارده اوريدي حاصلين على جايزه. طبعا بتمنى لكم التوفيق في اللي جاي، وبكره ان شاء الله حلقه جديده وفريق عمل جديد من ليلي لايف. تصبحوا على الف خير.